بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة وبركة. اليوم إخواني أخواتي بغيت نتكلم على واحد القضية اللي ربما أنا نكون كشاهد على العصر، لأن الآن أنا في العمر ديالي 60 سنة، وبالفعل كنتابع النقاشات العمومية من واحد الفترة، وكذلك كنتبع القضايا الوطنية باهتمام. فيما يتعلق الجوار ديالنا مع الجزائر، خاصكم تعرفوا خوتي بأن لم يسبق لشي دولة في الجوار في العالم العربي خرجت بالآلة وبنية التقسيم الدولة المجاورة بحال اللي دارت الجزائر. هذه يعني سابقة في العالم العربي ديال واحد الدولة جارة تتفكر في تقسيم الدولة المجاورة لها وتتكل لها واحد الكراهية وواحد العداء، حتى أن هاد الدولة هذه تتسخر موارد مالية ضخمة خيالية من أجل إعاقة النمو وخلق المشاكل. فهذه سابقة، هذه يعني محللين سياسيين، ناس اللي يعني أكاديميين من النخب اللي درسوا هاد الدائرة هذه ولقاوها فريدة من نوعها. ما كايناش شي دولة في العالم تتكن. كاينين مواجهات، كاين دول اللي تتلقاهم وصلوا حتى للمواجهات المباشرة، مواجهات حربية كاع، ولكن ماشي بحال هاد الطريقة هذه اللي تتكنها الجزائر للمغرب. 50 سنة مرت على خلق الجمهورية الوهمية، 50 سنة والجزائر تتحط أموال اللي الآن يعني غتقدر بخيالية لتمويل الباطل، لتمويل الباطل. وللأسف للأسف جميع المخططات ديالها طاحت في الأرض. فهاد 20 سنة اللي مرت أو 25 سنة من حكم الملك محمد السادس نصره الله، أكثر من 50 دولة اعترفت بمغربية الصحراء. هاد 50 دولة كلها سحبت الاعتراف ديالها بالجمهورية الوهمية. الآن الجزائر تتعيش في واحد الحالة الإحباط كبير جدا، حتى أن المنتظم الدولي العالمي الآن يتساءل على هذا العداء هذه اللي الآن تتقوم به الجزائر. عداء ما عنده حتى شي تبرير، عداء صبياني من ناس صبيانيين. أنا ما بغيتش يعني نقول كلمات، يعني يكفي بأنهم أعطيتهم الميزة ديال الصبيان، أن الصبيان هما قريبين لقلبنا، ولكن ما تعرفوش شنو تيديروا، ما غادي ناخذوهمش ورفع عنهم القلم. فالجزائر الآن ناضت وجمعات واحد الخونة اللي معروفين، ودارت واحد اليوم الريف في الجزائر. ما يعني ما قدهاش تنوض تخلق مشكل في الجنوب، بغات تخلق مشكل حتى في الشمال المغرب. وهادشي كامل تيشكل واحد العقدة عندها، لأن وقت ما المغرب يتقدم في برامج التنموية ديالو، في الاستثمارات وفي التعامل ديالو وفي الدبلوماسية ديالو، إلا وهي تتخذ واحد الضربة قاسية. النظام الجزائري الآن وقت ما المغرب تيتقدم هو تيرجع للور وتيحتضر، وفي نفس الوقت الشعب الجزائري الآن تيتساءل على هاد 50 سنة ديال الدعم من جبهة البوليزاريو. فين شنو هي النتيجة؟ النتيجة هي لا شيء. النتيجة هي تتصرف الكراهية والحسد والحقد، عزلة دولية. المنتظم الدولي الآن كيشوف فيكم واحد الصورة اللي غير لائقة كدولة جارة.
ما فهمناش حنا شنو باغين الجزائر، علاش الآن مازال تتبحث على تتقلب على مشاكل مجانية بالباطل وتبغي تستثمر فيها وتعطيها تمويلات. فالمغرب الآن تعيش واحد الحالة فريدة من نوعها في شمال إفريقيا. تأييد عالمي، تأييد دولي، تأييد شرعي كذلك. الآن تنشوفوا عدد من الدول اللي الآن تتراجع الأوراق ديالها وداخله ودارت وساطة باش يعني تفتح علاقات جديدة مع المغرب. المغرب عنده شروط اللي الآن تلزم على جميع الدول اللي غادي يعني تكون عندها علاقة معنا. عندنا شروط، الشرط الأول هو الاعتراف بالوحدة الترابية ديالنا، هذا الشرط الأول. وكما قال الملك محمد السادس، هذه هي النظارة التي يجب على أي مغربي يديرها باش يتكلم بها مع أي واحد. نقدر نكون جالس في أي بلاصة، أول صديق ديالي كيف ما كان النوع ديالو في شمال إفريقيا، إلا كان غادي يكون ضد الوحدة الترابية ديالي ما ناخدوش صديق. باش تكون صديق ديالي أول شيء خاصك تعترف بالوحدة الترابية ديالي. بحال أنا كنعترف بالحدود ديالك، تنعترف بالأمن القومي ديالك، وتنعترف بالسيادة ديالك. فالجزائر الآن تهوى وتحصد ما زرعت في هذه 50 سنة، هذه اللي 50 سنة وهي تمول الباطل. كنتمنى باش يعني هاد الرسالة اللي تندير أنا كنتمنى باش توصل للشعب الجزائري، لأن حنا العلاقة الوطيدة ديالنا مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري دائما تيبقى شعب الأخ ديالنا وخاوة خوال إلى يوم البعث. عندنا يعني النسب، عندنا تجمعنا علاقة العائلة، كتجمعنا علاقة اللغة، كتجمعنا علاقة الدين، لأن أغلب المغاربة مسلمين، أغلب الجزائريين مسلمين. كذلك تجمعنا احنا كمسيحيين، تجمعنا علاقة مع مسيحيين في الجزائر اللي كنعتبرهم الإخوة ديالنا والأصدقاء ديالنا. كنتأسف على هذا النظام هذا اللي موقف الحركة في شمال إفريقيا، وعائق للبرنامج التنموي اللي كان تيحلم به الملك محمد السادس، وكان تيحلم به الحسن الثاني كذلك. هذا البرنامج اللي كان ديال توحيد شمال افريقيا وخلق يعني شمال يعني المغرب العربي الموحد. وكان الملك محمد الحسن الثاني كذلك كان استضاف القادة ديال شمال إفريقيا وحطوا واحد البرنامج. كان هذا حلم، وهذا الحلم هذا كان من تخطيط المغرب باش كل شيء يعرف. كنتمنى هذا الحلم هذا واحد النهار يتحقق، ويكون دول شمال إفريقيا، الدول الأمازيغية، تكون عندها واحد السبق، وتكون متحدة، وتكون الأنظمة ديالها تفعل وتعمل وتبرمج لصالح المواطن وصالح السكان. لما لا هذا الحلم هذا يكون على أعمى قريب، لأن سنين وحنا تنحلموا بدول شمال إفريقيا تكون موحدة، وتكون عملة موحدة، ويكون كل شيء موحد. وكنظن الآن الوقت راح يدق الآن قريب، لأن ملي تنشوفوا بعض الأنظمة اللي تسعى إلى التخريب وتسعى إلى التقسيم وتسعى إلى زرع الكراهية وتمويل الإرهاب، الآن تحتضر. هذه الأنظمة كلها الآن تحتضر في الدقائق الأخيرة ديالها، وحنا متأكدين لأن احنا في المغرب عندنا الهوية ديالنا هي هوية طيبة، هوية السلم، هوية المحبة، هوية الإخاء ديال المغاربة. المغرب دائما يدوم بدود لجميع الدول في شمال إفريقيا، كان دائما تيساعد، كان دائما يقدم المساعدات، وكان دائما ما عمره ما تيدخل في المشاكل الداخلية ديال الدول. ما عندوش تصوروا
عدد من المشاكل اللي كان المغرب كان يقدر يحط البصمة ديالو فيها، ولكن دائما كان تيخلي المشاكل الداخلية تحل مع من عند الناس ديال البلدان ديالها، تيخلي الأبناء ديال البلد هما اللي يحلوا المشاكل ديالها. إذا كانت شي حاجة المغرب كان تيلعب الوساطات، هادشي اللي كاين. في القضية الليبية كان وسيط وكان حط برنامج مصالحة كذلك في تونس. في عدد من القضايا المغرب معروف. هذا هو الدور ديالو، كان دائما يبحث على الوحدة ديال هاد الدول هادو، ما عمرو ما فكر بالتقسيم. كنتمنى من الإخوة اللي سمعوا هاد الرسالة هذه باش يبلغوها لجميع الإخوة وجميع الناس، وكنتمنى لكم يوم سعيد وربي يبارك لكم حياتكم، وشكرا لكم إخواني أخواتي.